العيد الكبير يعني فتة. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الفتة بكل أسرارها، وكمان هقولك على أسرار تخليها في حتة تانية خالص. تابع معايا الفيديو الآخر، هنعمل الفتة من الألف للياء بكل تفاصيلها. وقبل أي حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وكومنت حلو كده زيك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف تفاصيل الفتة الجامدة بتاعتنا دي، طلعناها عاملة ازاي، وازاي اللحمة تبقى جوسي معانا مش ناشفة خالص. اول حاجة هنبدأ نعملها وان احنا نسلق اللحمة. هنحط معلقة من السمنة البلدي كده عشان نبدأ ان احنا نشوح اللحمة فيها، ودي هتخللنا طعم الشوربة في حتة تانية خالص. هننزل باللحمة بتاعتنا، ولازم ننزل باللحمة بتاعتي لما السمنة تقدح كويس، يعني تسخن كويس جدا. اهو هنزل بكمية اللحمة بتاعتي كلها. هبدأ ان انا بهر بقى اللحمة دي. هنحط لها معلقة من الفلفل الاسود. شوربة اللحمة لازم فلفل اسود على طول. هنحط كمان معلقة من السبع بهارات، لو مش متوفرة مش مهم. هنحط ورق لورا، وهنحط كمان عود من القرفة الخشب، ودي بتخلي شوربة اللحمة في منتهى الجمال، حلوة قوي، والريحة بتاعتها هتشميها من اول الشارع. هنقلبها بقى كويس جدا لحد ما نشوح اللحمة بتاعتنا. اهو هتنزل بقى العصارة بتاعتها، يعني هتنزل بقى الصوص بتاعها، وده اللي هيخلي الشوربة جميلة جدا، لان هنستخدم الشوربة في كل حاجة بنعملها دلوقتي. بصي خلاص احنا كده اديناها صدمة، ونزلت الصوص بتاعها اللي احنا هنحتاجه بقى يخلينا الشوربة ده يعني في حتة تانية خالص. هننزل عليها بمية سخنة، نكون غاليين مية، وهننزل عليها بمية سخنة. مينفعش هنا في الخطوة دي انزل بمية باردة، غلط خالص. هننزل لازم مية سخنة بس كده. وهنسيبها بقى على النار لحد ما تبدأ تدخل في السوا. احنا خلي بالكو احنا محطناش ملح. هنحط لها كمان بصلاية، نجيب بصلاية صغيرة كده ونضيفها على الشوربة. ما حطيناش ملح. هنسيبها على النار لحد ما تبدأ تغلي معايا، وكل شوية بالشوكة كده بنحطها فيها، ولما نحس انها خلاص استوت او دخلت في السوا هبدأ ان انا احط لها الملح. هي هنا خلاص دخلت في السوا. حطينا بقى الملح بتاعنا، والملح طبعا حسب الرغبة زي ما قلت لكم قبل كده. هي خلصت خلاص. هنبدأ نعمل الرز بتاعنا. هنحط معلقة من السمنة البلدي. هحط كمان معاه معلقة من الزيت، والزيت هنا فايدته هيخلي الرز بيلمع ومش معجن، يعني ما يمسكش في بعضه، لا هيخلي لك كل رزايه لوحدها كده. هنقدح بقى السمنه مع الزيت، يعني بنسخنهم كويس. ويكون معايا كيلو من الرز المصري، او طبعا حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا عملت كيلو من الرز المصري، غسلناه كويس جدا وصفيناه وحطيناه على السمنه. هنشوحه بقى خالص كده، يعني هنبدا نشوحه اهو، يعني كل التفاصيل قدامك عشان تبقي عارفه عملنا ايه بالظبط. اول ما احس ان هو كله اتشوح بقى وكله دخل في بعضه كده ولونه اتغير معايا، هبدأ احط له الملح بتاعنا. وهحط بقى هنا كرنبين من الشوربة اللي احنا عملناها الحلوة دي. احنا خلاص هنبدأ نستخدم الشوربة بقى في كل حاجة، هتخلي لك طعم ونكهة رهيبة. حطينا كوبايتين من الشوربة، وهزود بمية بقى عادي خالص لحد ما اغطي الرز، يعني لازم نغطيه فوق الرز كده بعقلة كده. هنا هنغطي عليه، واول ما يبدأ ان هو يغلي معايا هوطي، يعني اول ما يغلي ويتشرب هوطي. وهنا خلاص الرز بتاعنا استوى، وطينا عليه لحد ما نفش معايا وقلبنا خلاص استوى. هنشيله بقى هنركنه برضو. يبقى احنا كده خلصنا الشوربة واللحمة، خلصنا كمان الرز. هندخل على الخطوة اللي بعدها، ماشيين مع بعض خطوة خطوة بكل التفاصيل. معلقة من السمنة، معلقة حلوة كده من السمنة، ومعلقتين من الزيت. وهنجيب بقى 5 6 رغيفة كده حلوين، وهنقصقصهم بالمقص بقطع متساوية او بالسكينة بقطع متساوية زي ما انت عايزة. مش عايزة تستخدمي مقص وسكينة قطعيه بايدك ولا تزعلي نفسك خالص. انا هنا قصقصته بالمقص بصراحة. هنزل بكل العيش بتاعي على الزيت وعلى السمنة اهو، وهبدأ اقلب فيه. لازم اقلب فيه كويس عشان اتأكد ان السمنة دخلت في كل العيش، يعني خلاص شربت العيش كله السمنة والزيت اهو. نبدأ نقلبها بقى كده عشان يبدأ يتحمص معايا من كل الاتجاهات، لان لو سبته الجزء اللي تحت هيشرب السمنة والزيت، والجزء اللي فوق مش هيشرب، ده غير ان هو هيتحرق بسرعة. فلازم ان احنا ايدينا فيه، ايديك فيه على طول، تقعدي تقلبي فيه كل شوية،
ما نسيبهوش خالص. ودي برضو مهمة قوي لحد ما لونه يتغير معايا. ممكن برضو الخطوة دي نحطه على ورق زبدة وندخله الفرن لحد ما يتحمص معانا، بس انا عملته معاكم وحمرناه عادي. هنا بقى الشوربة بتاعتنا دي برضو هناخد منها شوية على جنب علشان هنعمل الصلصة برضو بتاعتنا منها. هنجيب بقى اي حلة بقى على النار، هنحط معلقة من الزيت، هنزل بالثوم بتاعي، يعني راس توم كبيرة كده محترمة لان الفتة بتحب الثوم طبعا. راس توم محترمة ودقيناها في الهون او عملناها في الكب. هنبدأ ان احنا نشوح الثوم دوت في الزيت برضو لحد ما ريحته تطلع، لكن ما بخلوش يصفر. يعني ما بسيبش الثوم بتاعي في الزيت لحد ما يصفر ولونه يتغير، لا. خلي بالك لان دي بتفرق جدا في الطعم. طعم الثوم كل مرحلة ليها طعم، فاحنا عايزين بس ان احنا نشوحه لحد ما الاقي ريحته طلعت، مش اكتر من كده. مش عايزة ان انا لونه يتغير خالص، لان لو لونه اتغير هيغير لك طعم الفتة خالص وهيغير طعم الصلصة. فاحنا ماشيين مع بعض بالتفاصيل. تابعي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تنزلي تعملي لي لايك والشير وكومنت حلو كده زيك واحنا شغالين. خلصنا كده التوم خلاص، حسيت ان انا ريحته طلعت معايا. انا ماشيه معاكي بالراحه اهو. هنبدأ بقى نجهز حوالي يعني 3-4 معالق من الخل كده او ربع كوباية صغيرة من الخل. تمام. هننزل بقى بالخل بتاعنا على الثوم بعد ما ريحته طلعت خلاص. هو ريحته كده طلعت معايا، مش محتاج اكتر من كده ولا محتاجه يصفر خالص. هنزل بربع كوبايه من الخل الابيض العادي، وهسيبه بقى يشكشك مع بعضه. لازم اخليه يغلي شويه مع الثوم. هنا بقى مش قادره اقولك الريحه عامله ازاي. انا اصلا الناس كلها شامه الريحه في الشارع، عايزين يقولوا مين الناس اللي بتعمل الفته قبل العيد دي، مش عارفين. فهنا بقى خلاص ادينا له شكشكه كده، وحطينا معلقه من الصلصه معاه. معلقه واحده بس كفايه من الصلصه لان هنستخدم عصير طماطم دلوقتي. اهو دي بنحط المعلقه الاول عشان لازم نشوحها شويه مع الثوم. هنزل بقى بعصير 5 طماطمات كده. انا بحب الصلصه كتير بصراحه لان بحطها في بولات كده مع الفته بتاعتنا على جنب، يعني اللي عايز يزود بيزود. حطينا فلفل اسود وحطينا ملح وحطينا كرنيب من الشوربه، برضو ده هيخليلك الطعم في حته تانية خالص. الشوربة بتاعتنا استخدمناها في كل حاجة، بجد طعمها وريحتها جميلة جدا جدا. لازم تعمليها بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي. هنقلب بقى كله مع بعضه كده وهنسيبه لحد ما يغلي معايا ويتسبك. هنا اتسبك معانا خلاص اهو. هنديها تقليبة بس كده عشان نجيب اللي في الجناب، واتسبكت معانا وبقت زي الفل ما شاء الله عليها بجد. يعني اعملي بس الطريقة ديت وامشي بالتفاصيل واحدة واحدة، هتطلع معاكي اجمد فتة ممكن تاكليها في حياتك. خلاص هي هنا اتسبكت وخلصت. هنبدأ بقى ان احنا ندخل في الخطوة التانية. احنا كده خلصنا الحاجات بتاعتنا، حمرنا العيش وسلقنا اللحمة وعملنا الرز الابيض وكمان عملنا الصلصة بتاعة الفتة. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنحمر اللحمة بتاعتنا. طلعنا اللحمة طبعا حطيناها في مصفى عشان تتصفى كويس عشان مبقاش فيها مية. لو جينا حطينا اللحمة فيها مية او شوربة في المرحلة دي هيقعد بقى ايه طشطش في وشك كده، ولا قدر الله بيلسع يعني والموضوع بيبقى صعب. فاحنا بنصفيها الاول وبنزل بيها على معلقة السمنة البلدي اللي احنا حطيناها عشان نحمر اللحمة بتاعتنا. في المرحلة دي بقى خلي بالك وركزي كويس جدا. اهو هنبدأ بقى ان احنا نقلبها، يعني بنديها وش بس كده اول ما بتتحمر بقلبها على الوش التاني. اهو زي ما انت شايفة كده كل التفاصيل قدامك وكل حاجة سهلة وبسيطة ان شاء الله، وهتقدري ان انت تعمليها بكل سهولة. يعني الناس اللي ما بتعرفش تعمل الفتة او البنات اللي لسه بقى بتبدأ تدخل المطبخ والكلام ده، كل حاجة قدامك وكل التفاصيل قدامك اهي. ومفيش حاجة صعبة خالص في الاكل يا جماعة، مفيش اي حاجة صعبة في الاكل. هنا بقى الناس اللي ما بتحبش اللحمة بتبقى ناشفة هنحط لها طماطمايه بس، هنضربها في الخلاط وهننزل عليها. ولكن لو بتحبوا اللحمة بتبقى مقرمشة شوية سيبوها زي ما هي. لكن دي الخطوة دي هتدي نكهة وطعم، ده غير انها هتخليلك اللحمة جوسي وطرية وفي نفس الوقت محمرة، يعني محمرة وطرية لانها هتشرب دلوقتي الصلصة اللي احنا حطيناها دي، وهتخلي الطعم في حتة تانية خالص. بهرناها بشوية فلفل اسود اهو،
فلفل اسود ده معانا في اللحمة في كل خطوة، بجد ممتاز، بيخلي الطعم في حتة تانية خالص. هنقلبها معاها كده عشان ابدأ ان انا احس ان اللحمة شربت من الصوص ده، من الصلصة وهي بتتسبك. هي طماطمايه واحدة بس، ولازم اخلي اللحمة تشربها كلها. يعني انا مش عايزة صوص، انا عايزة اللحمة تشربها عشان تبقى جوسي وطرية وفي نفس الوقت محمرة. اديناها بقى شوية ملح كده في الاخر خالص بعد ما خلصنا. بس يعني كده خلاص خلصناها. وكده بجد جربوا الطريقة دي، هتلاقوا اللحمة جوسي معاكوا طرية وفي نفس الوقت محمرة، والطعم في حتة تانية خالص. تعالوا بقى نقفل الحاجات بتاعتنا. هنجيب العيش، هديله بقى كده يعني كبشة كده من الصلصة اللي احنا عملناها. هديله كمان حوالي كبشتين من الشوربة. تمام، يعني الناس اللي ما بتحبهاش بقى يعني اللي ما بيحبش العيش طري ما تزودوش شوربة قوي، ولكن انا بحبه في الوسط، يعني ما يبقاش طري قوي وما يبقاش ناشف عشان ما يبقاش يوجع السنان. وهنديله بقى التكة المهمة قوي معانا هنا، الليمون. حطوله عصرة ليمونة وجربي وادعيلي، بجد هينقلك الفتة في حتة تانية خالص. كده خلصنا العيش بتاعنا. هنجيب اي قالب عندنا. انا هنا هقدمها لك بطريقة اللي بيقدموها في المطاعم، بيحطوا رز الاول اهو، وبيحطوا العيش في النص، وبيحطوا رز على الوش. لو هنعملها بالطريقة العادية بتاعتنا هنحط العيش تحت، وهنحط الرز، وهنحط اللحمة على الوش. احنا عملناها هنا في النص، حشينا العيش. تمام، وهنجيب بقى الطبق بتاعنا ونقلب الفتة زي ما انتم شايفين كده. وهنشيل بقى، شايفين الحلاوة والجمال، بجد ريحة وطعم وجمال، يعني مش قادرة اقول لكم. لازم تجربوا الطريقة دي وقولوا لي طلعت معاكم عاملة ازاي. وهنبدأ نزين بقى. طبعا التزيين ده يعني زي ما انت عايزة، حسب الرغبة وزي ما انت عايزة، مفيش اي مشكلة فيه. هي بتختلف الأذواق من شخص لآخر. يعني أهم حاجة الطعم، وأهم حاجة النفس بتاعك يا ست الكل معانا، هو ده اللي هيخلينا الطعم في حتة تانية خالص. هنرص بقى اللحمة بتاعتنا كده بعد ما شوحناها بقى وخدت الطعم الجوسي بقى مع المحمر. بصوا ميكس رهيب. وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو كده زيك، وكل سنة وانتوا طيبين. وبجد بحبكم جدا، واستنونا في الفيديوهات الجاية وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش بجد. وان شاء الله تعجبكم الطريقة دي. سلام.